اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقة عمل صينية الكنافة بالنوتيلا وقالب الكنافة بالنوتيلا، وهما بدون فرن نهائي. بس كل اللي هنعمله ان احنا هنحشيهم بالنوتيلا وندخلهم التلاجة لمدة ساعتين. دي مقادير صينية الكنافة ودي مقادير قالب الكنافة بالنوتيلا، وممكن نضاعف المقادير دي مرتين على حسب القالب اللي عندنا والصينية. طريقة عمل شربات الحلويات المظبوط في رابط أسفل الفيديو ده، وطريقة حشو الحلويات هتلاقوها في رابط أسفل الفيديو. وهنجيب الكنافة بتاعتنا ونبتدي نقطعها بالشكل ده. نقطعها صغير عشان هي بتكون طويلة، هنبتدي نقطعهم زي كده. وبعد كده هي بدون أي استعمال فرن، هنعملها كلها على الطاسة. هنحط الكنافة ونحط عليها الزبدة السايحة ونقلبهم في بعض، يعني حوالي 5 دقايق على النار بالشكل ده. ونقلبهم كويس لغاية ما ينشفوا معانا ويبقوا مقرمشين كريسبي كده شوية. والوصفة دي بدون استعمال فرن نهائي، وصفة سهلة وسريعة. وبعد ما تاخد لون وتقرمش معانا وهي لسه سخنة كده، وهنجيب شربات الحلويات وطريقة عمله في رابط أسفل الفيديو. هنحط أي كمية احنا نرغب فيها، كل واحد وعلى حسب رغبته. هنحط شوية على الكنافة ونقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده. كل واحد وعلى حسب رغبته، في ناس تحبها مسكرة قوي أو لأ، كل واحد ورغبته. وبعد كده نحط الكنافة بتاعتنا في القالب، ونحط عليها كمية برضو معقولة من النوتيلا زي ما نحب. وممكن نضيف مع النوتيلا حشو المكسرات بتاع الحلويات، وطريقة عمله في رابط أسفل الفيديو. وبظهر المعلقة بالشكل ده هنبتدي نساوي القالب. برضو صينية الكنافة بنفس الشكل بالظبط. هنحط برضو طبقة من الكنافة وطبقة نوتيلا وطبقة من فوق من الكنافة تاني. وده قالب الكنافة بالنوتيلا بعد ما طلعناه من التلاجة، خد تقريبا ساعتين. حطينا من على الوش نوتيلا وزيناه بكريم شانتيه، وطريقة عمل الكريم شانتيه هتلاقوها في رابط أسفل الفيديو ده. ودي صينية الكنافة بالنوتيلا زيناها من على الوش بنوتيلا، وهي طريقة سهلة جدا سواء للقالب أو الصينية بدون فرن نهائي. أتمنى حضراتكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.